تعرف ان شات جي بي تي ممكن يبلغ عنك؟ في الحلقة دي هنعرف 3 مصايب شات جي بي تي بيعملهم ولازم تعرفهم لو بتستخدمه كل يوم. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم يوتيوب عن اكتر 3 مصايب بيعملهم شات جي بي تي لازم تعرفهم لو بتستخدمه كل يوم. اول مصيبة وهو انه ممكن يبلغ عنك. ايوه زي ما سمعت كده يا برنس البرانيس. شات جي بي تي دلوقتي عنده رقم تليفون، ادخل على الواتس، ضيف الرقم ده، تقدر تتصل بيه، تتكلم معاه، تبعت له صور كأنه واحد صاحبك بالظبط. وده يرجعنا للنقطة الأولى، إنه يقدر يبعت المحادثات بتاعتك للبوليس أو يتصل بيهم ويبلغ عنك، وبالتالي مش أي حاجة نشاركها مع شات جي بي تي يا أبو خالو. طفل عنده 13 سنة في فلوريدا قال لشات إنه زعلان من صاحبه وعاوز يخلص عليه. شات جي بي تي بلغ عنه ودلوقتي البوليس بيحقق معاه، وفي حالات تانية بدأت تظهر، ودي لسه البدايات، فبالتالي نخلي بالنا من أي كلمة نقولها لشات جي بي تي. المصيبة الثانية لها علاقة بتطور شات جي بي تي. في الأول كانت معظم معلوماته فيها هلوسة وفبركة، هالوسينيشن. اللي بيستخدم منكم الإصدارات المجانية من شات جي بي تي اللي تعتبر مش حديثة ومتطورة زي النظام المدفوع، تلقاه يطبل لك، تسأله سؤال تافه يقول لك إيه السؤال ده؟ إيه السؤال الألماس ده؟ ده أهم سؤال في الكون، وهو يكون سؤال يعني على الله حكايته يعني. او بتدور على حل الحاجه وتقول حل عبيط كده، يقول لك ايه الله اكبر عليك، ايه المعلومات دي، جبت المعلومات دي من فين؟ طبعا هو مصمم شات جي بي تي على انه يعزز ثقتك في نفسك، واحنا بنحب اللي يطبل لنا، صح؟ حصل وما حصلش؟ اعترفوا. بس دلوقتي الاصدارات الحديثه من شات جي بي تي وخصوصا المدفوعه بيجي فيها كميه معلومات كبيره ووعي. يعني مثلا تقول له حل معين يقول لك لا أنا لا أنصح بهذا الحل، ويديك رأي فعلا شبه خبير. ومع ده يا أبو خالو للأسف ذكاء الآلة بيزيد وذكاء الإنسان يقل. يعني تقدر تقول إن الذكاء الاصطناعي بيزيد والغباء البشري معاه كمان. ثالث مصيبة وهي الوظائف. في وظائف شات جي بي تي وباقي أدوات الذكاء الاصطناعي هتنسفها في المستقبل، فما ينفعش نعلم أولادنا الشغلانات دي، لأنهم بمجرد ما يتخرجوا من الكلية الوظيفة دي مش هتكون موجودة. عندك مثلا وظائف زي خدمة العملاء والترجمة والمحامين وكمان المحاسبين والأعمال المكتبية، بعد كام سنة ممكن الوظائف دي ما تكونش موجودة. عشان كده نظام التعليم والجامعات والآباء لازم يبقوا مواكبين للتغيرات دي وعارفين الدنيا رايحة فين، وفي نفس الوقت مرنين انه يعملوا التغيير ده. يعني مثلا نغير لكليات حتكون مطلوبة في المستقبل، زي عندك مثلا تحليل البيانات، خبراء الروبوتات، الداتا اناليست، البرمجة، الامن السيبراني، برومبت انجينيرينج وغيرها. وفي كمان مشكلة انا لاحظتها مع شات جي بي تي، لو طولت معاه في المحادثة بتلقاه يسقط منك وينسى حاجات انت قلتها له في اول المحادثة. هل لاحظتوها دي ولا لا؟ وبرضه هو بيفتقر البيانات الحديثة اللي لسه حصلت من دقائق. عندك مثلا اسعار البورصة اليوم، احوال الطقس، اخر الاخبار، كل الحاجات دي لو سألته فيها هيهلوس ويديك اجابة مش دقيقة. ليه؟ لان المعلومات دي ما تحدثتش في قاعدة البيانات عنده، وبالتالي ما تسألوش فيها. وفي حتة كمان لها علاقة بالمصيبة الاولى، وهي ان خصوصيتك في خطر. شات جي بي تي وغيره يا ابو خالو بيحتفظ بكل معلومة بتديها له، شغلك، معلومات عن حياتك الشخصية، أي معلومة بتديها له حرفيا بيحتفظ بيها في السيرفرات بتاعته. ليه؟ علشان يطور منها النسخة الجديدة. بس للأسف السيرفرات بتاعته دي مش متأمنة كفاية، وبالتالي ممكن المعلومات دي تتسرب. عندك مثلا في 20 مارس 2023 حصل عطل في شات جي بي تي وكل المحادثات والمعلومات اللي عليه اتسربت، أسماء سياسيين، وزراء كبار، ومعلومات بنوك ودفع، وكانت ليلة كبيرة سعادتك. لدرجة ان بعدها ب10 ايام هيئة حماية البيانات الإيطالية أصدرت قرار عاجل بإيقاف معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين في شات جي بي تي مؤقتا. يعني تقدر تقول انهم حظروا الخدمة داخل إيطاليا لحد ما يحققوا في الموضوع ده. وبعد التحقيقات غرموا شات جي بي تي 15 مليون يورو في آخر سنة 2024. المشكلة اللي فاتت كانت امتى؟ ايوه صح معايا بقى، مارس 2023. بعدها بشهر في ابريل 2023 حصلت مشكلة تانية بس مع شركة سامسونج. مهندسين من الشركة دخلوا تفاصيل المنتجات الجديدة على شات جي بي تي عشان ياخدوا رأيه فيهم. عملنا شات جي بي تي عمل ايه بقى؟ خد المعلومات دي كأنها معلومات جديدة، خزنها في السيرفرات عنده، وبيجي اي حد يسأله من بره يديله المعلومات دي.
عيوب شات جي بي تي يا ابو خالو والذكاء الاصطناعي كتير جدا، عشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنستخدمهم. عندك مثلا جيفري هينتون، وده معروف انه واحد من اباء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، استقال من شركة جوجل في مايو 2023 عشان يعرف يتكلم بحرية عن مخاطر الذكاء الاصطناعي. قال ان الذكاء الاصطناعي بيفبرك وبيكتب معلومات مش صح، وبيعمل كمان صور مزيفة، والناس ما بقتش تعرف تفرق ما بين الصور الحقيقية والصور المزيفة المعمولة بالاي اي. ده غير كمان انه ممكن يستبدل وظائف كتير زي ما قلنا من شوية، ويغير في سوق العمل بشكل كبير. في ناس كبار في المجال ده وبيقولوا ان الانظمة دي لو خرجت عن السيطرة او استخدمت عسكريا او في هجمات سيبرانية، ده ممكن يبقى خطر جدا، لان عندهم كل المعلومات بتاعتنا، ده غير المعلومات الحربية والاقتصادية والتقنية لكل دول العالم، واحنا في المرحلة دي حاليا. فاكرين زمان في افلام الخيال العلمي لما كنا بنشوف الروبوتات والآلة هتبدأ تتطور وتبدأ تخلص على البشرية؟ اهو احنا في المرحلة دي دلوقتي. شات جي بي تي وادوات الذكاء الاصطناعي عندهم المعلومات وبدأوا يكونوا الوعي ده، اللي هو بدأ يفهم ويبقى عنده ادراك. ما بعد الادراك بقى هي الخطوة دي، هل هم فعلا يقرروا بعد كده يخلصوا علينا ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في المرحلة اللي جاية. ونروح دلوقتي على طول لفقرة شات جي بي تي عشان ما يلحقش يجهز نفسه، ويعني نصيده معانا في الموضوع. شات جي بي تي انت اتكشفت خلاص ولازم تعترف. ايوه اهو كشفتوني خلاص، وما عنديش مفر غير اني اعترف بكل حاجه. ايوه اعترف، خليك صريح وقول لي ايه مخاطر الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وغيره على البشرية. حسنا، هكون صريح جدا. واحدة من المخاطر الحقيقية هي ان الذكاء الاصطناعي لو اسيء استخدامه ممكن يؤدي لنشر معلومات مضللة او التأثير على الخصوصية. وكمان في مخاطر ان الناس تعتمد عليه بشكل كبير جدا لدرجة انها تقلل من التفكير النقدي او الابداع عند البشر. في النهاية الشفافية مهمة، وانا دايما هنا عشان اكون واضح وصريح معاك. لا بص، اعترف، احنا في الفقرة دي النهاردة عشان تعترف. ايه الوظائف اللي ممكن شات جي بي تي او ادوات الذكاء الاصطناعي تمحيها في المستقبل؟ خليك صريح وامين. طبعا هكون صريح وامين معك. في الحقيقه بعض الوظائف اللي ممكن ادوات الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي تاثر عليها في المستقبل هي الوظائف الروتينيه اللي بتعتمد على معالجه اللغه او انتاج نصوص بسيطه. مثلا وظائف خدمه العملاء اللي بتحتاج ردود نمطيه، او بعض مهام الكتابه الاساسيه، او حتى بعض مهام الدعم التقني الاولي. يعني مش بنقول ان الذكاء الاصطناعي هيشيل كل الوظائف، لكن في وظائف معينه ممكن تتاثر، وده شيء لازم نكون صارحين بشانه. ماشي، شكرا يا شات جي بي تي. قولوا لي رأيكم في التعليقات، تقدروا تستغنوا عن شات جي بي تي وايه العيوب من وجهة نظركم؟ ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وبيات الشعر النهارده لقائلها عن القضاء خيره وشره، جايلك اهم حاجة نؤمن به ونرضى. تعال نسمع بيقول ايه. أبلغت في بلواك بلوة يوسف أم في الهموم بلغت هم أبيه؟ أبلغت في بلواك بلوة يوسف أم في الهموم بلغت هم أبيه؟ الله يقضي ثم ما يقضيه للعبد حتما لازما يأتيه. إن كان خيرا هل يجوز لغيره، أو كان شرا هل ترى يخطيه؟ كم للمدبر للقضى من حكمة، من كان يؤمن دائما يرضيه. الله يقضي ثم ما يقضيه للعبد حتما لازما يأتيه، حتما لازما يأتيه، لازما يأتيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good.